في اللحظات الأخيرة مصطفى محمد بيحرز هدف عالمي أمام منتخب الرأس الأخضر الحصان الأسود لكان 2024 في كوت ديفوار. أهلا وسهلا بيكم. لو أنت لسه جديد معانا لا تنسى الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول. بنتيجة مباراة غانا ومباراة موزمبيق، المنتخب الوطني بيتعادل أمام الرأس الأخضر في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدفين، والمفاجأة هو تعادل المنتخب الغاني أمام موزمبيق علشان يتأهل المنتخب الوطني إلى دور ال16. منتخب الرأس الأخضر هو منتخب قوي جدا، بالرغم من أن النهاردة كان بيلعب بالبدلاء، لكن منتخب لديه شخصية قوية جدا ولديه أيضا وسيكون الحصان الأسود للبطولة. في مباراة شهدت تألق كبير لمحمود تريزيجيه بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني وإحرازه هدف التعادل في اللحظات أو في الدقيقة 50، ثم يعود مصطفى محمد في اللحظات الأخيرة في الدقيقة 92 وبيحرز هدف عالمي، هدف كان كفيل ان هو يأهلنا، لكن الرأس الأخضر بيعود أيضا في اللحظات الأخيرة. المباراة شهدت إصابة محمد الشناوي واحتمالية غيابه عن المباراة القادمة في دور ال16. اكتب لنا في كومنت وقول لنا مين برأيك يكون رجل مباراة النهاردة بين المنتخب المصري أمام المنتخب الرأس الأخضر.